اهلا بكم اصدقائي الكرام في فيديو جديد في قناة اخبار فريق. بعد انتهاء مباريات الجولة الثالثة للمجموعة الثانية، استطاع اليوم منتخب البحرين ان يصعد اول المجموعة برصيد 7 نقاط بعد ان تعادل امام المنتخب الكويتي بنتيجة 1-1. اما منتخب قطر فقد تعادل ايضا مع المنتخب الاماراتي بنتيجة 1-1 ليصعد ثاني المجموعة برصيد 4 نقاط بفارق طبعا الاهداف عن المنتخب الكويتي الذي يقع في ترتيب المركز الثالث برصيد أيضا 4 نقاط. وفي المجموعة الأولى تأهل المنتخب العراقي كأول المتأهلين في هذه المجموعة برصيد 7 نقاط بعد أن أعطى درسا قاسيا للمنتخب اليمني في مباريات الجولة الثالثة بنتيجة 5-0. وأيضا منتخب سلطنة عمان تأهل ثاني المجموعة برصيد أيضا 7 نقاط بعد أن تخطى منتخب السعودية بنتيجة 2-1 ليصعد 4 منتخبات إلى نصف نهائي كأس الخليج العربي لنسختها ال25: منتخب العراق ومنتخب البحرين وسلطنة عمان ومنتخب قطر. وفي المباراة الأولى من نصف نهائي كأس الخليج العربي سيتواجه طبعا المنتخب العراقي بنظيره المنتخب القطري يوم الاثنين الموافق 16/1/2023 على استاد البصر الدولي الساعة 4:15 مساء بتوقيت العراق وقطر. وسوف تنقل هذه المباراة عبر قنوات الكأس القطرية الأولى وقناة العراقية الرياضية وأيضا قناة أبو ظبي الأولى وقناة دبي الأولى. أما طبعا عن مباراة منتخب البحرين أمام منتخب سلطنة عمان فهذه المباراة بمشيئة الله تعالى هتقام في نفس اليوم 16/1/2023 على استاد المينا الأولمبي الساعة 8:30 مساء بتوقيت البحرين، 9:30 مساء بتوقيت سلطنة عمان. وسوف تنقل هذه المباراة بمشيئة الله تعالى عبر قنوات الكأس القطرية الأولى وقناة العراقية الأولى وأيضا قناة أبو ظبي الأولى وقناة دبي الأولى. بكده طبعا يبقى وصلنا لنهاية هذا الفيديو. كل طبعا الدعم والتوفيق لجميع المنتخبات المتأهلة إلى نصف نهائي كأس الخليج العربي لنسختها ال25. طبعا بكده يبقى وصلنا لنهاية فيديو النهارده. أتمنى من حضراتكم الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة لمتابعة جميع فيديوهاتنا القادمة بمشيئة الله تعالى. دمتم على خير والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.